ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حافظ على قناه حياتك احلى من دحم. هعمل معاكم النهارده مشمشيه قمر الدين من شركه مايوي. عشان نعمل مشمشيه قمر الدين من شركه مايوي، تمام. هنضيف محتويات الكيس ل7.5 كوب ماء، يعني 1.5 لتر، وتحلى بالسكر، ده حسب الرغبه. هما كاتبين الخطوات اهي زي ما انتم شايفين كده. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه: ترفع على نار متوسطه وتقلب تقليب خفيف بين الحين والاخر حوالي من 3 ل5 دقائق حتى الحصول على القوام المفضل. تالت خطوة: يصب في إطباق ويترك حتى يبرد، ثم يوضع في الثلاجة ويقدم بارد. للتجميل يمكن التجميل بالمكسرات أو الكريز حسب الرغبة. زي ما انتم شايفين كده كاتبين الخطوات ايه ورا ظهر العبوة. أول حاجة بقى ايه؟ هنضيف محتويات العبوة ل1.5 لتر. جبت حلة حطيت فيها 1.5 لتر، هضيف ليها بقى ايه محتويات العبوة. ضفت محتويات العبوة كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه؟ أقلبها وارفعها على النار لحد لما القوام يتقل معايا. هبتدي بقى أقلب فيها كده. كده انا رفعتها على النار واقلب فيها لحد لما القوام ايه؟ يتقل معايا. قعدت الف في الخليط كده لحد ما الخليط تقل معايا كده، انتوا شايفين. بصوا خلاص كده الخليط تقل معايا كده. الخليط يتقل معايا زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى ايه؟ اقدم. بصوا انا استنيت على الخليط خالص لحد لما تقل زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا بحب اقدمه كده. ممكن تقدميه قبل كده، يعني ممكن تقدميه يكون خفيف شويه، ده حسب ما تحبي انت. بس انا بحب ايه؟ يكون الخليط كده تقيل زي ما انتوا شايفين. بصوا ده شكل نهائي للخليط اهو. استنيت لحد لما تقل خالص زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي بقى ايه؟ اقدم. ده شكل مشمشية قمر الدين بعد التقديم. قدموا ألف هنا وشفا. عاوزة أقول لكم أنا صبيتها واستنيت عليها لحد لما تمسك نفسها، وبعد كده إيه قدمتها. بصوا كده خلاص إيه مسكت نفسها. طبعا من القوام حسب ما تحبي أنت. أنا بحب القوام يكون ماسك نفسه قوي. في ناس بتحب القوام يكون أخف من كده، ده حسب ما تحبي أنت. عاوزة أقول لكم ريحتها حلوة جدا جدا جدا، وطعمها زي طعم مشروب بطعم قمر الدين من شركة مايوي. اللي جرب مشروب بطعم قمر الدين من شركة مايوي هيلاقي طعم المشمشية زيه بالظبط. إن شاء الله تجربوا تعملوها وتعجبكم إن شاء الله. لو عجبك الفيديو لا تشترك في القناة، وريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.